أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد النبي الهادي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام. ذكرنا في اللقاء السابق أنه تحدث عن الاسم المعرب والاسم المبني، وذكر أن الاسم المعرب هو الذي يتغير آخره، كما لو استعملت كلمة خالد في جملة فتقول هذا خالد ورأيت خالدا ومررت بخالد. وأما الاسم المبني فهو الذي يلزم حالة واحدة، يثبت على حالة واحدة لا يتغير، وإن اختلفت العوامل الداخلة عليه. وذكر أن أنواع البناء 4: بناء على الكسر، وقال إن فيه أسماء متفق على بنائها مثل هؤلاء، اتفق العلماء على أنها مبنية على الكسر. وهناك ما هو مبني على الكسر ولكن على خلاف بين العلماء. ذكرنا من المختلف فيه اسمين: الأول الأعلام التي جاءت على وزن فعالي المؤنثة، مثل حضاري اسم للكوكب، وحذامي اسم للمرأة. وذكرنا أن الحجازيين يقولون هذه الأعلام مبنية على الكسر، تقول هذه حزامي ورأيت حزامي ومررت بحزامي. أما بنو تميم فهم فرقتان: بعضهم يقول مثل ما قال الحجازيون، يقول مبني على الكسر في جميع أحواله، وأكثرهم يفرق بين ما آخره راء مثل حضاري ووباري وسفاري، كل هذه أعلام، وبين ما ليس آخره راء مثل حذام. فقالوا إن الاسم الذي ينتهي بحرف الراء من الأعلام التي على وزن فعالي مثل حضاري وسفاري، بعضهم قال هي مبنية على الكسر، وبعضهم قال إنها معربة إعراب الممنوع من الصرف، بمعنى أنها ترفع في حالة الرفع علامة رفعها الضمة، وفي حالة النصب الفتحة، وفي حالة الجر الفتحة. هذه سفاري أو هذه سفار، ورأيت سفارة وذهبت إلى سفارة. وبعضهم يقول هو في الرفع مبني على الضم، هذه سفار، وفي النصب والجر هو مبني على الكسر. هذا في المختلف فيه على وزن فعال. الاسم الثاني وهو أمس، ذكرنا أيضا أن الحجازيين يقولون هو مبني على الكسر: مضى أمسي، عشت أمسي، استمتعت بأمسي، في الرفع والنصب والجر. وأن أهل تميم أو بني تميم مختلفون فيه، منهم من يعرب إعراب الممنوع من الصرف فيقول مضى أمس وعشت أمسى واستمتعت بأمسى. وذكرنا المبني على الفتح، وقلنا الأعداد المركبة من 11 إلى 19 باستثناء 12، فهو معرب عند الجميع.
إعراب المثنى لأنه ملحق به. تقول في الرفع حضر 12 طالبا، وفي النصب كرمت الجامعة 12 طالبا، وفي الجر تقول استمعت إلى إجابة 12 طالبا. وكلمة 10 كما قلنا مبنية على الفتح لأنها مكان النون في 2. هذا ما ذكرناه، وكنا قد وقفنا عند البناء على الضم، وقلنا من الأسماء ما هو مبني على الضم، ومثلنا له بقبل وبعد، ووقفنا عند قبل وبعد، وعرفنا أن قبلا وبعدا لهما 4 أحوال: قبل وبعد وأول والجهات الست. تعرفون ما هي الجهات الست؟ فوق، تحت أو أسفل، أمام أو قدام، وراء أو خلف، يمين شمال. هذه هي الجهات الست: قبل وبعد والجهات الست وأول ودون. هذه كلها ظروف مكان. هذه الكلمات لك فيها 4 أحوال. الحالة الأولى أن تستعمل مضافة، تضيف قبل وبعد والجهات الست إلى كلمة بعدها، وتذكر المضاف إليه. المضاف إليه يكون مذكورا. في هذه الحالة قبل وبعد وشبهها تعرب ولا تبنى. إعرابها إما النصب على الظرفية، وإما الجر بحرف الجر منه. اقرأ القرآن معي. الله سبحانه وتعالى يقول كذبت قبلهم. لا، قبل هنا منصوبة على الظرفية مضاف، وهم مضاف إليه. اقرأ قول الله تعالى فبأي حديث بعد الله. بعد هنا منصوب على الظرفية لأنه مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. اقرأ أيضا ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم. من هنا حرف جر، وقبل اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة. مضاف وهم مضاف إليه. هذه هي الحالة أن تضاف ويذكر المضاف إليه. إعرابها إما النصب على الظرفية، وإما الجر بحرف الجر منه. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تضيف قبل وبعد إلى كلمة بعدها، وتحذف المضاف إليه، تحذفه يعني لا يذكر، وتنوي ثبوت لفظه. أنت أضفت وحذفت المضاف إليه، لكنك تقدر وجوده في النية. ما حكم قبل وبعد في هذه الحالة؟ يأخذان نفس الإعراب السابق: النصب على الظرفية والجر بحرف الجر منه. إذا نصبت تكون قبل وبعد منصوب على الظرفية، وإذا جاء قبلها حرف جر فالجر يكون بحرف الجر هذا. ولا تنون. لماذا لا أنون؟ أنت تقول المضاف إليه غير موجود. أنا أقول لك هو في حكم الموجود. هو ليس موجود نعم في الظاهر، لكنه في حكم الموجود. أنت تعتبر أنه موجود، ولذلك أنا لا أنون قبل ولا بعد في هذه الحالة. من ذلك قول الشاعر ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولا عليه العواطف. اقرأ العبارة ومن قبل نادى. نادى فعل
ليست مضافة لقبل. قبل هنا مضافة وحذف المضاف إليه في اللفظ، لكنه منوي وجوده في المعنى. ولذلك قبل هنا اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة. معرب أم مبني؟ معرب. لماذا؟ لأن قبل هنا أضيفت وحذف المضاف إليه نوي لفظه. أنا أعتبر أن المضاف إليه هنا ما موجود. ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولا عليه العواطف. ما معنى البيت؟ معنى البيت يقول الشاعر: من شدة المصيبة التي فيها هؤلاء القوم أذهل كل واحد عن نصرة أخيه. يعني وقعت بهم مصيبة وحلت بهم مشكلة، من شدتها تخلى كل قريب عن نصرة قريب. يعني قال أنا ونفسي. تمام؟ هذه هي الحالة الثانية. ويؤكد هذا قراءة لقارئ اسمه الجحدري، هذا قارئ من القراء، والعقيلي. قرأ قول الله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، بالجر أو بالخفض. ما معنى هذا؟ أي من قبل الغلب ومن بعد الغلب، من قبل أن نغلب ومن بعد الغلب. الغلب هذا هو المضاف إليه الذي حذف لفظه ونوي، نقدر أنه موجود. إذن عندي قراءة قرآنية تؤكد هذا الوجه في الإعراب، وهو أن قبل وبعد إذا أضيفتا إلى ما بعدهما وحذف المضاف ونوي لفظه فإنها تعرب، وإعرابها إما النصب وإما الجر. والبيت جاء بالجر، والقراءة القرآنية جاءت بالجر التي قرأها الجحدري والعقيلي: لله الأمر من قبل ومن بعد، بدون تنوين. لماذا لا أنوي؟ لأنه توجد إضافة منوية. هذه هي الحالة الثانية. أما الحالة الثالثة فإنهما يقطعان عن الإضافة. لا تضيف قبلا ولا بعدا إلى شيء، لا توجد إضافة. في هذه الحالة قبل وبعد تنونان، يدخلهما التنوين. معربتان أم مبنيتان؟ تكون قبل وبعد معربتين. واضح؟ هذه الحالة الثالثة في الإعراب. الحالة الثالثة الأولى أن أضيف وأذكر المضاف إليه. الثانية أضيف وأحذف المضاف إليه وأنوي ثبوت لفظ، معربتان أيضا. الثالثة أن تقطع عن الإضافة، لا تضيف أنت لا قبلا ولا بعد. الحكم النحوي معربتان، إما النصب وإما الخفض بمن. في حالة النصب كما قلت نصب علامة النصب الفتح مع التنوين، وفي حالة الجر مع التنوين أيضا. مثل ماذا؟ توجد قراءة قرآنية أيضا قرأت: لله الأمر من قبل بالتنوين ومن بعد. إذا نون قبل وبعد لا توجد إضافة، فهما اسمان تامان مثل غيرهما من النكرات. أنا أقول لك: جئتك قبلا وانتظرتك بعدا بالتنوين،
وتكون قبل وبعد منصوبة على الظرفية، ويدخل هما التنوين لعدم وجود إضافة، لا توجد إضافة. ومنه قول الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. ما معنى هذا؟ يقول إن عيشه طاب وتحسن بعد أن مر بظروف صعبة وكان لا يستسيغ الماء العذب. وكان لا يستسيغ يعني لا يستطعم الماء العذب. الشاهد في قوله وكنت قبلا، وكنت قبلا، حيث نون الشاعر قبل وقطعها عن الإضافة ونصبها على الظرفية. عرفنا هذه اللغة. وقرأ بعضهم لله الأمر من قبل ومن بعد بالتنوين. إذن كم حالة أخذناها؟ 3: إضافة والمضاف إليه موجود، الحكم الإعرابي الإعراب، نصب بالفتحة وجر بالكسر. الثانية إضافة وحذف المضاف في اللفظ المضاف إليه، وأن أنوي لفظه، يعني أعتبر أنه موجود. هنا تعربان ويحذف التنوين لنية الإضافة، لنية وجود المضاف إليه. الثالثة عدم الإضافة، أيضا حكمهما الإعراب، إما النصب على الظرفية وإما الجر، لكن في هذه الحالة ينونان. الحالة الرابعة وهي التي استشهد بها ابن هشام على المبني على الضم. ما هي؟ أن تضيف قبل وبعد، وأن تحذف المضاف إليه وتنوي معناه. في الحالة الثانية كنت أنوي لفظه، لكن هنا أنا أنوي معناه. إذن الصورة الرابعة إضافة قبل وبعد وحذف المضاف إليه ونية معناه، أعتبر أنه موجود في المعنى. في هذه الحالة قبل وبعد لا يعربان، حكمهما البناء على الضم. وعلى هذه الحالة جاءت القراءة في السبعة، يعني القراء السبعة أجمعوا على هذه القراءة: لله الأمر من قبل ومن بعد. كيف يا أستاذ؟ من حرف جر؟ أقول السبب أن قبلا وبعدا أضيفتا وحذف المضاف إليه ونوي معناه ليس لفظه، نوي معناه ليس لفظه. وهذه القراءة في السبعة تؤكد هذه الحالة. كل ما قلناه من الأحكام والأحوال يسير على الجهات الست. تعرفون الجهات الست؟ تمام، تأخذ نفس الحكم، ويضاف إليها كلمة أول وكلمة دون. إذن قبل وبعد والجهات الست وأول ودون لها 4 أحوال. في 3 أحوال تعرب، والإعراب إما النصب وإما الجر أو الخفض، وحالة واحدة البناء على الضم. إذا أضيفت هذه الأسماء أو الظروف وحذف المضاف إليه ونوي معناه، توجد إضافة وحذف ونية اللفظ، وإضافة وحذف ونية المعنى. الحالة التي فيها نية المعنى هي التي يكون فيها البناء. وبهذا يكون ابن هشام قد انتهى من أنواع البناء، وبقي البناء على السكون. إذن تحدث عن المبني على الكسر وذكر المتفق والمختلف فيه، وتحدث عن المبني على الفتح الأعداد المركبة، وتحدث عن المبني على الضم وهو قبل وبعد والجهات الستة وأول ودون
بالحالة الرابعة إذا أضيفت هذه الكلمات وحذف المضاف إليه ونوي معنى ليس لفظ، يبنى على الضم. ومثل لذلك بقول الشاعر: لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعد المنية أول. أول هنا جاءت ظرفا مبنيا على الضم لأنه أضيف وحذف المضاف إليه ونوي معناه، مثل قبل وبعد. نأتي إلى الحالة التي بعد ذلك وهي البناء على السكون. البناء على السكون. إذن البناء على السكون مثل له ابن هشام بقولنا من اسم موصول بمعنى الذي، وكم اسم استفهام يسأل بها عن العدد. فإذا قلت جاءني من قام معناها الذي قام، ورأيت من قام ومررت بمن قام، فمن في المواضع الثلاثة اسم مبني على السكون في محل رفع في الموضع الأول أو في المثال الأول، ونصب في المثال الثاني، وجر في المثال الثالث. لأنه في المثال الأول جاءني هنا فاعل والياء مفعول، من هنا فاعل. وفي المثال الثاني رأيت مفعول لرأى. وفي المثال الثالث مررت بمن قام مبني في محل جر بالباء. أما كم فمثل لها بقوله كم مالك. في الإعراب كم هنا اسم مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم. أصل الكلام مالك كم، لكن لا يجوز أن أقول مالك كم. كيف؟ أنت تقول يا أستاذ المبتدأ يأتي أولا والخبر يأتي ثانيا، وأنت قلت كم هنا خبر، لماذا لا تقول مالك كم؟ لأن كم في اللغة العربية اسم له الصدارة. ما معنى الصدارة؟ يعني لا يقع في وسط الكلام، دائما يأتي في الأول، دائما يأتي في الأول. وقع فاعل يأتي في الأول، وقع مبتدأ يأتي في الأول، وقع مفعول يأتي في الأول. هو اسم هكذا، اسم له الصدارة في الكلام. فإعراب كم مالك، كم اسم مبني في محل رفع خبر مؤخر، ومالك مبتدأ ومالك مبتدأ مؤخر، خبر مقدم، ومالك مبتدأ مؤخر، مال مضاف والكاف مضاف إليه. وكم عبدا ملكت، كم هنا اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول به. لماذا؟ لأن كلمة عبدا هذا تمييز لكم، تمييز منصوب. وكلمة ملكت فعل وفاعل، ملك فعل ماض، ملك مبني على السكون، تاء هذا هو الفاعل. والفعل ملك ينصب متعدي. أين المفعول؟ لا يوجد مفعول في الجملة، إذن المفعول هو كم. أصل الكلام ملكت كم، لكن كما قلت لك كم هذا اسم له الصدارة في الكلام، دائما يأتي في أول الجملة، لا يقع في حشو الكلام. أما المثال الثالث فهو قوله بكم درهم اشتريت. كم هنا اسم مبني على السكون في محل جر بالباء، وأصل الكلام اشتريت بكم درهم، اشتريت بكم درهم. هل لاحظت كلمة كم في المواضع الثلاثة؟ يعني جاءت في مثال في موضع رفع، وجاءت في مثال في موضع جر، وجاءت في مثال آخر في موضع نصب، ومع ذلك هي لم تتغير. كم اسم مبني على السكون. إذن بهذا يكون ابن هشام قد انتهى من أنواع البناء في الاسم. كم؟ 4.
بناء على السكون مثل من وكم. بناء على الفتح الأعداد المركبة من 11 إلى 19. بناء على الكسر قلنا فيه ما هو متفق مثل هؤلاء، وما هو مختلف فيه مثل حذامي وسفاري ووباري وحضار. بناء ومن المختلف فيه أيضا أمس. بناء على الضم مثل له بقبل وبعد والجهات الست وأول ودون في حالة من حالات 4، وهي إذا أضيفت هذه الأسماء وحذف المضاف إليه ونوي معناه. في هذه الحالة تكون هذه الأسماء مبنية على الضم. لكن الحالات الثلاثة الباقية كل هذه الأسماء معربة فيها. تمام؟ انتهى ابن هشام بهذا من الاسم. عرفنا ما هو الاسم وأقسامه معرب ومبني وأقسام المبني، وذكر أمثلة وأنواع البناء: بناء على الضم، بناء على الفتح، بناء على السكون، بناء على الكسر. وهنا يأتي الحديث عن الفعل. هو انتهى من الاسم. انتهى من الاسم. أول ما ذكر، طبعا ابن هشام لا يهتم بتعريفات الأفعال لأن هذه أشياء يعني مفهومة، ودخل إلى الأحكام مباشرة، فقال إن الأفعال أو إن الفعل 3 أنواع: ماض، أمر، مضارع. ماض وأمر ومضارع. وبدأ يذكر لنا ما هي علامة الفعل الماضي. الفعل أيضا منه ما هو معرب ومنه ما هو مبني، لكن ابن هشام بدأ بالمبني وهو الماضي. فالفعل الماضي مبني دائما. ما معنى مبني دائما؟ يعني آخره يثبت على حالة واحدة لا يتغير. طيب، كيف أعرف أن هذه الكلمة فعل ماضي؟ ذكر ما هي علامة الفعل الماضي، فقال إن علامة الفعل الماضي هو دخول تاء التأنيث الساكنة المفتوحة. ما معنى ساكنة؟ يعني عليها سكون. ما معنى مفتوحة؟ يعني تكتب مثل الباء، لأنه توجد تاء ساكن، تاء تأنيث مربوطة مثل فاهمة ونائمة وجامعة. هذه اسمها تاء تأنيث مربوطة. ويتحدث عن المفتوحة التي تكتب مثل حرف التاء ومثل حرف الباء، اسمها تاء التأنيث الساكنة المفتوحة. هذه هي علامة الفعل الماضي، تأتي دائما في آخر الفعل الماضي. متى تأتي في آخر الفعل؟ إذا كان الفاعل مؤنثا، إذا كان الذي فعل الفعل مؤنثا. أقول قامت عائشة، فهمت الطالبة. طالبة وعائشة مؤنث، أقول قامت وفهمت. هذه هي علامة الفعل الماضي. لكن الفعل الماضي تحدث عن أحوال بنائه. أنت قلت إنه مبني، فهل له حالة واحدة أو له أحوال؟ له 3 أحوال في البناء. أحيانا يلزم البناء على الضم، آخره يكون مضموما. وأحيانا يلزم البناء على السكون، آخره ساكن. وأحيانا يلزم البناء على الفتح، يعني تجد آخره مفتوحا. متى؟ ذكر ابن هشام أنه يبنى على الضم إذا جاء في آخره واو جماعة. لو كان فاعل الفعل جماعة من الذكور، تقول الطلاب نجحوا. آخر الفعل حرف الحاء، نجح، تجد الضم على حرف الحاء.
لماذا؟ لأن الواو اتصلت به. المسلمون أدوا صلاة الجماعة. تمام؟ إذا يبنى على الضم إذا كان أو اتصل بآخره واو جماعة. متى يبنى على السكون؟ إذا اتصل بآخره ضمير رفع متحرك. ما معنى ضمير رفع متحرك؟ ضمائر الرفع منها ما هو ساكن يعني يبنى على السكون مثل واو الجماعة. هل أنت تقول قاموا؟ لا، نحن نقول قاموا، الواو ساكنة، هذا اسمه ضمير رفع ساكن. ألف الاثنين ضمير رفع ساكن. ياء المخاطبة ضمير رفع ساكن. يعني إذا أنا أمرت بنت وقلت لها اكتبي، الياء هنا ضمير رفع ساكن يعني مبني على السكون في محل رفع فاعل. الواو ضمير رفع ساكن، الألف ضمير رفع ساكن. إذا قلت الطالبان كتبا، الألف هنا فاعل، لكن الألف لا تقبل الحركة، ساكنة، فهو ضمير للرفع مبني على السكون. هذه ضمائر الرفع الساكنة. أما ضمائر الرفع المتحركة فهي التي تبنى على حركة، آخرها حركة، مثل ماذا؟ تاء الفاعل. تعرف التاء؟ تقول قمت، هذه تاء مبنية على الضم. قمت، هذه تاء مبنية على الفتح. قمتي، هذه تاء مبنية على الكسر. هذه اسمها تاء الفاعل. تاء الفاعل ضمير رفع متحرك يأتي مضموما للمتكلم ومفتوحا للمخاطب ومكسورا للمخاطبة للبنت. قمت أنا، قمت أنت، قمت أنت، هذا اسمه ضمير رفع متحرك. الضمير الثاني وهو نون النسوة. تعرف النون الساكنة؟ هذه اسمها نون النسوة، تأتي في آخر الفعل الماضي وفي آخر الفعل المضارع وفي آخر فعل الأمر أيضا. أقول الطالبات كتبنا، هذا ضمير رفع متحرك مبني على الفتح. أقول الطالبات يكتبنا، إذا أنا أمرت البنات أقول اكتبنا، هذا اسمه ضمير رفع متحرك لأنه مبني على حركة. الضمير الثالث وهو نا، الدل على جماعة الفاعلين. نا، الجماعة الذين يتكلمون يقولون نجونا بفضل الله، أدينا صلاة الجماعة. نا هذا ضمير رفع متحرك. إذن ما هي ضمائر الرفع المتحركة؟ ثلاثة: تاء الفاعل مضمومة للمتكلم، مفتوحة للمخاطب، مكسورة للمخاطبة. فهمت أنا، فهمت أنت، فهمت أنت. والثاني وهو نون النسوة، نون النسوة، مثل الطالبات كتبنا ويكتبنا واكتبنا. والثالث وهو نا الفاعلين أو نا الدال على جماعة الفاعلين. أي ضمير من هذه الضمائر الثلاثة إذا جاء في آخر الفعل الماضي يبنى الفعل الماضي على السكون، كما أنا أنطق أو قمت، قمت، الطالبات قمنا، قمنا، المسلمون يقولون قمنا برحلة إلى الماضي، أنت تقول قمنا برحلة إلى الماضي. عرفنا هذا؟ الحالة الثالثة وهي البناء على الفتح.
إذا تجرد آخره، يعني لا يأتي في آخر الفعل، لا يكون واو جماعة ولا يكون ضمير رفع متحرك، في الحالة هذه يبنى على الفتح. مثل ماذا؟ أنا أقول كتب الطالب الدرس. إذا كان الفاعل بنت أقول كتبت، بت، الباء مفتوحة مبني على الفتح. إذا جاء ألف اثنين أقول الطالبان كتبا مبني على الفتح. تمام؟ إذن الفعل الماضي مبني دائما كما قال ابن هشام، وله ثلاثة أحوال في البناء: بناء على الضم مع واو الجماعة، بناء على السكون مع ضمير الرفع المتحرك، بناء على الفتح في غير ذلك. يعني أخرج هذا، وإذا وجد فعل ليس في آخره ضمير متحرك، ضمير رفع متحرك، وليس في آخره واو جماعة، فهو مبني على الفتح. انتهينا من الفعل الماضي. مبني دائما، علامته تاء التأنيث الساكنة المفتوحة، وهذه التاء تأتي في الفعل حينما يكون الفاعل مؤنثا، حينما يكون الفاعل مؤنثا. تمام؟ تمام. نأتي بعد ذلك، ابن هشام تحدث عن الفعل المتفق عليه، لكن دائما ابن هشام هو من المعربين القرآن، يعني يحب أن يضيف إليك معلومات زائدة. فوهو يتكلم عن الفعل الماضي وأحكام بنائه ذكر لنا بعض الأفعال المختلف فيها. ما معنى مختلف فيها؟ يعني العلماء لم يتفقوا عليه، بعضهم يقول هي فعل، وبعضهم يقول لا هو حرف، ليس فعل هو حرف. فما هي هذه الأفعال؟ ذكر ابن هشام نعمة، بئس، ليس، عسى، 4 أفعال: نعمة، بئس، ليس، عسى. هذه الأفعال اختلف العلماء حولها، هل هذه الكلمات أفعال أو هي حروف؟ بعض العلماء يقول إنها أفعال، وبعضهم يقول إنها حروف، لكن ابن هشام انتصر وأيد رأي الجمهور القائل هذه الكلمات ال4 أفعال. لكن بعد أن ذكر رأي المخالفين، وبعد أن ذكر أدلتهم، وبعد أن أضعف أدلتهم. نعمة، ما معنى نعمة؟ نعمة فعل ماضي مبني على الفتح، وهو معناه المدح. إذا أردت أن تمدح إنسان تقول نعم الطالب أنت، نعم الطالب المجتهد، أنت تمدح المجتهد. أما بئس فهو فعل ماض مبني على الفتح أيضا، ومعناه الذم، الذم عكس المدح. فإذا أردت أن أذم إنسانا أقول بئس الطالب المهمل، أنت تذم المهمل، بئس الطالب المهمل. فالطالب فاعل والمهمل هو المخصوص بالذم، أنت تذم المهمل. أما ليس فهو فعل من أخوات كان معناه النفي، معناه النفي. إذا قلت ليس الطلاب حاضرين فأنت تنفي حضور الطلاب، له اسم وله خبر. وأما عسى فهو فعل من أخوات كاد، تسمعون عن كاد؟ كاد من الأفعال الناقصة الناسخة التي تدخل على المبتدأ والخبر مثل كان، لها اسم ولها خبر. لكن الفرق بين خبر كان وكاد أن خبر كان يأتي اسما مفردا،
كان الطالب مجتهدا، ويأتي جملة فعلية كان الطالب يجتهد، ويأتي جملة اسمية كان الطالب أخلاقه مهذبة، ويأتي شبه جملة جر ومجرور وظرف كان الطالب في الفصل، وكان الطالب عندك. أما عسى فخبرها يجب أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع، لا يأتي شبه جملة، ولا يأتي اسما منصوبا مفردا، ولا يأتي جملة اسمية. ينبغي يجب أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع مقرونا بإيه؟ بأن. اقرأ القرآن: عسى ربكم أن يرحمكم، أن يرحمكم. عسى هذا فعل معناه الرجاء. هذا بالنسبة لهذه الأفعال. نأتي إلى ما ذكره ابن هشام في هذه الأفعال. أما نعم وبئس فذهب وذكر آراء المخالفين على أنهم قالوا إنه ليس فعلا. أما نعم وبئس فذهب الفراء وجماعة من الكوفيين إلى أنهما اسمان. الإمام الفراء وبعض الكوفيين قالوا نعم وبئس اسمان وليس فعلين. ما دليلكم؟ في اللغة العربية والنحو والصرف دائما الدليل الأول هو السماع من القرآن والسنة وكلام العرب. هؤلاء استدلوا بقول بعض العرب حينما بشر بأنثى. بعض الناس قالوا له زوجتك ولدت أو وضعت أنثى. ماذا قال؟ والله ما هي بنعم الولد، والله ما هي بنعم الولد. ونحن نعلم أن الذي يجر هو الأسماء، فلو كانت فعلا ما دخل عليها حرف الجر. وقول الآخر الذي ذهب إلى محبوبته وقد ركب مطية أو حمارا بطيء، حمار بطيء، حمار يعني نوع من الحيوان، يعني أقل من الفرس، ركب حمارا بطيئا، قال ليس نعم السير على بئس العير. نعم السير على بئس العير، العير هنا يقصد الحمار، على بئس. فهؤلاء قالوا إن نعم وبئس اسمان، والدليل على ذلك دخول حرف الجر عليهم. تمام؟ أما ليس فذهب الفارسي في الحلبيات. الفارسي هو عالم كبير من علماء اللغة، وقد ألف في القراءات القرآنية كتبا. وهذا العالم الجليل كان كثير التنقل في البلاد، ينتقل من بلد إلى بلد ليطلب العلم أو ليطلب المعرفة. وكلما ذهب إلى بلد وعاش فيها فترة من الزمن يؤلف فيها كتابا أو أكثر، ويسمي الكتاب باسم البلد. فحينما ذهب إلى حلب ألف كتابا في النحو أو في اللغة العربية سماه الحلبيات. ذهب إلى شيراز ألف كتابا اسمه الشيرازيات. ذهب إلى البصرة ألف كتابا اسمه البصريات. فهذا العالم كلما ذهب إلى بلد ومكث فيها فترة يكتب ويدون العلم، يؤلف كتبا ويسمي الكتاب باسم البلد. وهو أستاذ ابن جني، أستاذ ابن جني. هذا الرجل له رأي في ليس، ذهب إلى أنها حرف نفي مثل ما، يعني كما تنفي بما الحرفية فليس هي حرف نفي مثل ما. أما وتبعه على ذلك رجل عالم كبير اسمه ابن شقير، أبو بكر ابن شقير. إذن عندي رأيان في ليس، فعل حرف نفي. وأما عسى فذهب الكوفيون إلى أنها حرف ترجي، معناه الرجاء. عسى
حرف ترجي. وتبعهم على ذلك ابن السراج، وابن السراج عالم من علماء البصرة، عالم بصري بالنحو البصري. بعد ما ذكر ابن هشام الآراء المخالفة بدأ يرجح ويقول: والصحيح الذي يختار ابن هشام أن الأربعة، ما المقصود بالأربعة؟ ليس وعسى ونعمة وبئس، أفعال. ما دليلك؟ قال: الدليل اتصال تاء التأنيث الساكنة بهن. تاء التأنيث الساكنة تدخل على هذه الأفعال، وطالما أن تاء التأنيث دخلت عليهن أو اتصلت بهن فهذا دليل قاطع على أنها أفعال. يستشهد بأي كلام؟ لا، يأتي إما بقرآن وإما بسنة. الدليل الذي استدل به حديث صحيح، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. نعمت يعني نعمة الرخصة الوضوء. نحن مسلمون نعرف أن يوم الجمعة يوجد اغتسالات مسنونة، من الاغتسالات المسنونة غسل يوم الجمعة. لكن الذي لا يريد أن يغتسل ويعمل ويريد أن يحصل على شيء من السنة، يعني فالرخصة الأقل هي الوضوء. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني ونعمة الرخصة. ومن اغتسل يعني من عمل بالسنة فالغسل أفضل. الاغتسال هنا الاغتسال المسنون سنة ليس الواجب. الغسل من الطهارة أو من الجنابة هذا اغتسال واجب. هو يتحدث عن السنة. السنة في يوم الجمعة أن تغتسل وأن تلبس الثياب الأبيض وأن تضع الطيب والروائح وهكذا. تمام؟ هذا هو الدليل الذي استدل به. إذن ما الذي اختاره ابن هشام؟ أن الكلمات الأربعة أفعال، والدليل اتصال تاء التأنيث بهن كما جاء في قول الرسول: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ابن هشام أراد أن يضعف رأي من قال إنها أسماء، فماذا يفعل؟ وهذا نتعلمه منه. إنسان يخالفك القول وأتى بأدلة، كيف تضعف أو تضعف رأيه؟ أنت تضعف الأدلة حتى لا يقول إن دليله قوي. وأتى وقال: وأما ما استدل به الكوفيون، قول العربي الذي سار على بعير وقال: ما هي والله ما هي بنعمة الولد، والثاني الذي قال: بئس السير على عير المقر. تمام؟ ماذا قال؟ قال: وأما ما استدل به الكوفيون فمؤول على حذف الموصوف وصفته. ماذا قال؟ قال: يوجد كلام محذوف، هذا الكلام موصوف مع الصفة، والموصوف مع الصفة معمول لقول محذوف. كيف ذلك؟ حينما قال: ما هي بولد، ما المحذوف هنا؟ والله ما هي بولد مقول فيه. ما هي بولد مقول فيه، نعم الولد. إذن يوجد هنا كلام محذوف. ما هو؟ مقول فيه. مقول فيه هذا صفة لولد، حذف الصفة والموصوف. والله ما هي بولد مقول فيه، نعم الولد. الثاني: نعم السير على عير مقول فيه، بئس العير. بهذا يكون ابن هشام قد أضعف الدليل الذي استدل به الكوفيون على أن نعم وبئس اسمان.
ثم استطرد ابن هشام. ما معنى استطرد؟ يعني أنت وأنت تتحدث في موضوع وتستشعر أن بعض الناس سوف يضعف كلامك بكلام آخر، فأنت تستبق في القول، يعني تفترض شيئا وترد عليه، تستبق في القول. وقال ابن هشام: وأما قول الشاعر والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليان جانبه، هذا قول للعرب، أحد شعراء العرب، دخل فيه حرف الجر وهو الباء على الفعل نام، وكأن ابن هشام يرد على من يقول له: وما رأيك في قول العرب حين أدخلوا حرف الجر على الفعل؟ ماذا تقول؟ هو يقول نفس ما قال فيما رد به على الكوفيين: والله ما ليلي بليل مقول فيه. يعني يوجد موصوف محذوف وصفته معا، موصوف وصفة محذوفان. والله ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه. وبهذا يكون ابن هشام قد أضعف وأول الدليل الذي يؤكد الكوفيون به على أن نعم وبئس اسمه. عرفنا هذا؟ إذن ما الأفعال المختلف فيها؟ هي عسى، ليس، نعم، بئس. الكوفيون يقول نعم وبئس اسمان، وأبو علي الفارسي يقول ليس حرف نفي مثل ما. تمام؟ والبعض يقول إن عسى حرف ترج، والصحيح أن هذه الكلمات الأربع أفعال، والدليل دخول تاء التأنيث عليها في الحديث الشريف، وتأويل ما استدل به على اسميتها أنه على تقدير موصوف محذوف. انتهى ابن هشام من الفعل الماضي. إذن الفعل الماضي مبني دائما. أحوال بنائه، علامة الفعل الماضي تاء التأنيث الساكنة في آخره. أحوال بنائه ثلاثة: بناء على الضم مع واو الجماعة، على السكون مع ضمائر الرفع المتحركة، تاء الفاعل وناء الفاعلين ونون النسوة، بناء على الفتح في غير ما ذكر. أما الأفعال المختلف فيها كما قلت لكم فهي الأربعة، ولكن ابن هشام يرجح أن الأربعة أفعال بدليل دخول تاء التأنيث عليها. تمام؟ وتوجد علامة أخرى أيضا، تاء الفاعل. قال الله تعالى: لست عليهم بمسيطر. لو كانت ليس حرفا ما دخلت تاء الفاعل عليه، لست عليه بمسيطر. تمام؟ نأتي إلى فعل الأمر. هذا هو النوع الثاني من الأفعال، فعل الأمر. ما هي علامة فعل الأمر؟ فعل الأمر علامته أن يدل على الطلب. ما معنى الطلب؟ الطلب يعني الأمر. أنا أقول لك افعل، ذاكر، اجتهد، هذا اسمه طلب، دلالته على الطلب. وقبوله ياء المخاطبة. تعرفون ياء المخاطبة؟ ضمير رفع ساكن، قبوله ياء المخاطبة. فأي كلمة دلت على الطلب وقبلت ياء المخاطبة فهي فعل أمر. مثل ماذا؟ اكتب، هذا فيه طلب، أمر بالكتابة. إذا أدخلت عليه الياء تقول اكتبي. اجتهد، هذا فيه طلب، إذا أدخلت عليه الياء تقول اجتهدي.
فكل كلمة تدل على الطلب وتقبل ياء المخاطبة فهي فعل أمر. تمام؟ اسكت، اسكتي، هكذا. ما حكم فعل الأمر؟ هو مبني دائما، يلزم حالة واحدة، آخره يلزم حالة واحدة. لكن كم حالة بناء له؟ أول شيء يبنى على السكون، يبنى على حذف النون، يبنى على حذف حرف العلة. هذه أحوال ثلاثة: البناء على حذف حرف العلة، البناء على حذف النون، البناء على السكون، ويوجد أيضا بناء على الفتح. هو ابن هشام لم يذكر. أما البناء على حذف النون متى؟ إذا كنت تأمر امرأة بنت مؤنث يكون مبني على حذف النون. أقول اكتبي، هذا فعل أمر مبني على حذف النون. أصل الكلام اكتبين، وياء المخاطبة فاعل. وإذا اتصل به واو الجماعة أيضا يبنى على حذف النون. اكتبوا، أصل اكتبون. وإذا اتصل به ألف الاثنين أيضا مبني على حذف النون. اكتبا. هذه هي الحالة الأولى، البناء على حذف النون. متى؟ إذا اتصل بآخره ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، هذا يكون مبنيا على حذف النون. تمام؟ أما الحالة الثانية وهي حذف حرف العلة، مبني على حذف حرف العلة إذا كان الفعل آخره حرف علة. يعني ليس حرف العلة، لا تقل واو الجماعة حرف علة، واو الجماعة ضمير، لا، حرف العلة حرف أصلي في آخر الفعل، مثل قضى، يقضي، هذا آخره ياء. فأنت تقول في الأمر اقضي. بنى يبني، ابني. مشى يمشي، امشي. هذا مبني على حذف الياء لأن آخره ياء. وإذا كان آخره واوا فيكون مبنيا على حذف الواو، مثل دعا، يدعو، ادعو. إذا كنت تأمر واحدا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. تمام؟ هذا مبني على الواو. إذا كان آخره ألفا، يعني ياء قبلها ألف، نحن نسميها ألف، مثل يخشى ويرضى ويسعى، تقول اخشى من الله، اسعى في الخير. فإذا وجدت فعل أمر، اعرف هذه العلامة، فإذا وجدت فعل أمر آخر حرف فيه صحيح مكسور أو صحيح مضموم أو صحيح مفتوح، فاعلم أن هذا مبني على حذف حرف العلة، لأن الأصل في الوقف على الأشياء السكون. فإذا كان ليس آخره ساكنا ووجدت آخره كسرة، فتحة، ضمة، وليس بعدها شيء، فاعلم أنه فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. ادعو إلى سبيل ربك، اقضي بالعدل، اسعى في الخير. تمام؟ هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة البناء على السكون. متى يبنى على السكون؟ إذا كان آخره حرفا صحيحا فقط وأنت تخاطب به رجلا، فتقول اكتب، انظر إلى هذه الصورة، هذا مبني على السكون. ويبنى على السكون أيضا إذا اتصل به نون النسوة. إذا كنت آمر بنات أو نساء أقول اكتبنا، ليس نا من الفاعل، نا هذا فاعل،
آخر الفعل الباء، وهذا كما جاء في سورة الأحزاب: وقرنا، الخطاب لنساء النبي، وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قرن فعل أمر مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. واضح؟ كم حالة بناء أخذناها؟ بناء على حذف النون مع واو الجماعة ألف الاثنين ياء المخاطبة. بناء على حذف حرف العلة إذا كان آخره واو أو ياء أو ألف. مع الألف تجد فتحة، واو ضمة، مع الياء تجد كسر. بناء على السكون إذا كان آخره نون نسوة أو كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، يعني لم يأتي بعده ضمائر، مثل اكتب يا رجل أو اكتب يا طالب، ومثل اكتبنا يا طالبات. تمام؟ توجد حالة هو ابن هشام لم يذكرها هنا وأختم بها: إذا اتصل بآخره نون التوكيد، توكيد يكون مبنيا على الفتح. فتح: اكتبن الدرس، اقرأن القرآن، احفظن الحديث. إذن فعل الأمر مبني على واحد من ثلاثة: حذف النون، حذف حرف العلة، السكون، الفتح إذا كان في آخره نون توكيد ثقيلة أو خفيفة. وفي القليل كفاية، وعلى الله الهداية. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والنفع، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى اللقاء في حديث آخر إن شاء الله.